Bismillahirrahmanirrahim. Mana Kudayga şükür. Moskva şahrında uşunday bir bütkül dünyölük forum ötüp jatat. Бұл forumdun atalışı din öküllerinin qaada salttın saqtalışına jana dünyödөгү тынчтыктын bekemdelişine koşkon salımı attı. Mana 19-cu yıl aralık uşul jerde İslam forumu ötüp jatat. Bu jerde gelgen mana daklat okuan çoğ alımlar, çoğ İslam mamleketlerinin muftileri öte bizde tasirlente turgan jana oşo har bir din liderimin degen adam uşo tınçtıkka koşkon salımı kançalık bolot dünyödөгү azırkı abalдар tuuralı ушундай жакшы кептер болуп атат. Алла Тааlam бардыгыбызга тынччылык, аманчылык берсин. Жана ошо динибиз, ыйманыбыз бекем болуу менен бирге өзүбүздүн каада салттарыбызды дагы ошо сактап дүнүйөдөгү тынчтыкты бекемдегенге Алла Таала salım koşuşubuzga özü jardamчы bolsun demekçimin. Samahatul mufti eş-şeyh Ravil Gaynuddin, el-ihvetul vel meşayihul afadil, zumalayil muftil muhteramin, el-ihvetul kiram, ashabul fadileti himatel ulumi şer'iyyeti vel bahithinel ecillah, أعزائي المسؤولين الحكوميين والضيوف المشاركين في المنتدى الإسلامي العالمي 19. أصالة عن نفسي ونيابة عن الرئاسة الدينية لمسلمي قرغيزستان أحييكم جميعا بتحية الإسلام وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مر السنوات العديدة ومنذ تأسيس هذا المنتدى المبارك بإذن الله وتحويله إلى العادة المحمودة وذلك بتنظيمه سنويا نشارك ونجتمع كلنا في هذا المنتدى الإسلامي العالمي كل عام باهتمام كبير. في كل مرة تتاح لنا الفرصة على منصاتها مناشقة قضايا مهمة للغاية والتي تهم الأمة الإسلامية والعالم أجمع. وفي هذا الصدد أعرب عن خالص امتناني وشكري لسماحة المفتي الشيخ راوي غينُالدين على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى الإسلامي المهم. كما نرى ونشاهد ورغم كل الجهود المبذولة فإن الصراعات لا تزال منتشرة على نطاق واسع في العديد من مناطق العالم. ومن أجل بناء نظام جديد لأمن الدولي فإن العالم يحتاج إلى حركة سلام عالمية جديدة. وأعتقد أن دور القيادات الدينية هنا مهم للغاية وضروري جدا. ويجب علينا جميعا أن نتعاون في تحقيق مهام وأهداف هذا المنتدى المبارك تطبيقا لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. تشير بعض الإحصائيات إلى أن ما يقارب من 85% من الناس حول العالم يعتنقون دينا معينا مما يجعله عاملا مهما في حياتنا. ولذلك فإن القيادات الدينية لديهم تأثير كبير على الشؤون العالمية. بالإضافة إلى ذلك فإن كرامة الإنسان والدعم المتبادل ونبذ التنافس والعداء المدمر هي مبادئ تشترك فيها جميع الأديان. ولذلك فإنني على قناعة بأن هذه المبادئ يمكن أن تشكل لبنة الأساس لنظام العالمي جديد. وكما لا يخفى على حضراتكم فإن الله سبحانه وتعالى دعا الأمة الإسلامية جمعاء إلى احترام الأديان
وعدم المساس بمعتقدات ومقدسات الآخرين بقوله تعالى: استعيذ بالله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. صدق الله العظيم. والآن في ظل حالة من الحيرة والارتباك السياسي التي يعيشها العالم، أصبحت الحاجة إلى بناء جسر من التقارب بين الثقافات والحضارات أكثر من أي وقت مضى. وأعتقد أنه في هذا الشأن ينبغي للقيادات الدينية والمجتمعات الدينية الدولية أن يواصلوا نشاطهم في تعزيز الحوار العالمي بين الأديان والشعوب، بما في ذلك من خلال العمل في مواقع هذه المنتديات والمؤتمرات الدولية، وبالتالي تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل في المجتمع. ويجب علينا المسلمون أن نبذل قصارى جهدنا في الأعمال الخيرية والتي تعود بالنفع الكبير للبشرية الجمعاء. وفي الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. رواه الإمام الطبراني في الأوسط. أرجو أن تسهم جهودنا المشاركة إلى بناء عالم يقود على التفاهم والاحترام المتبادل. سعدت بمناقشاتكم وتفاعلاتكم المثمرة. شكرا لكم على مساهمتكم في خلق عالم أفضل وأكثر عدلا. معا يمكننا الوصول إلى إنجازات كبيرة. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.